السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف مع بعض المحتوى بتاع الكورس. أول حاجة، أول قناة تشغيل، يعني أدوات مشروع الشموع، العطور، أنواع الشموع الطبيعية، تركة في مهمة في الشموع، التزيين والورد المجفف البلدي، التزيين عامة يعني بالورود، يعني الميزان وطريقة استخدامه، قوالب السيليكون وأنواعها، الفتايل وأحجامها وإزاي نختبرها، إزاي نشمع الفتيل، الهيت جان واستخداماته، الألوان واستخداماتها، أدوات التغليف، مشاكل الشمع وطرق حلها. ده بقى الجزء العملي، تنفيذ شمعة الكوب بالكريمة والتزيين، كل ده. وبعد كده بقى مرحلة الصب، مرحلة دمج العطر، مرحلة الألوان، تركة مهمة ازاي نسوي السطح ما من غير ما نحرق العطور، شمع، قوالب التزيين، وازاي ندمج الألوان، تنظيف بقى حاجات الشمع ازاي، الطريقة السليمة ان احنا اصلا نزيل الشمع من قوالب السيليكون ازاي عشان ما تتكسرش مننا، صب الشمع ازاي. تمام. كريمة الشمع، دي كريمات تقيلة ونسبتها، درجة حرارة وضع العطر، ازالة برضو دي برضو طريقة، نفس الطريقة بتاعة ازالة الشمع من قوالب السيليكون عشان ما تتكسرش مننا، طريقة بقى عمل الكريمة وطريقة تنظيف الحاجات بتاعة الكريمة يعني. ده اول جزء. تاني جزء معانا فوحة الدواليب وازاي بنعملها، طريقة عملها، صب وتزيين الفواحات، شكل بقى الفواحة النهائي من قدام ومن ورا يعني، طريقة عمل شمع الفوندو وبرضو طريقة تزيينه وشكله النهائي. هنيجي بعد كده كمان في الجزء التالت اهو، هنعمل بقى قالب التورته، ازاي نعمل الافكت اللي احنا عايزينه باللعب بالنسب. احنا بنستخدم طبعا نوعين شمع متقاربين من بعض في الانصهار وبنسب مختلفة علشان نعمل افكتات مختلفة. تمام. شمعة التورته ازاي بنحسب نسبتها لو احنا مش عارفين نسبة القالب اول مرة نستخدمه، هنعرف ازاي نعمل نسبة الشمع فيه، يعني كام جرام يعني فيه وكده بنقيسه باكتر من تكنيك. على فكرة انا ذاكرة اكتر من تكنيك قدامكم في الكورس ومستخدماهم كلهم قدامكم في الكورس، اكتر من طريقة. صب شمعة التورته، طريقة ازالة شمعة التورته من القالب، وازاي ان انا خرمتها. تمام. ودخلت الفتيل، انا ما خرمتش القالب عشان في ناس بتكون خايفة على القالب وكده، عملت كل الطرق ازاي تعملوها عشان تقدروا تستخدموا كل واحد براحته يعني. طريقة بقى كريمة الجليز، بعد كده كمان في بقى التسعير واللوجو. تمام. تحويل النسبة المئوية لجرامات، ازاي نسعر الشمعة، ازاي نعمل لوجو، ازاي نجهز اللوجو ده للطباعة ونعمله بالحجم اللي احنا عايزينه، 5 سنتي، 4 سنتي، 3 سنتي، براحتنا خالص، 6 سنتي، 10 سنتي، ازاي نحوله بقى الملف PDF ونجهزه للطباعة. دي بقى تحديثات الكورس، كل ما اتطور مش هتطور لوحدي، لازم اتطور والناس كلها تتطور. فده كان اول تحديث، انا كنت بجرب معاكم فتايل مختلفة وكنت بجرب الوان مختلفة. تمام. ان شاء الله تعالى في تحديث تاني هحاول اعمله لكم في فترة بداية الكورس برضو، كل معلومة انا بعرفها جديدة وبجربها وبكون متأكدة واثقة منها بحطها في الكورس ان شاء الله تعالى. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، اتمنى اكون شاركتكم كده يعني شكل الكورس هيكون عامل ازاي. الكورس هيكون على الجروب تليجرام وعليه الروابط دي عند بداية الكورس، يعني هنحط روابط دي هتكون مثبتة، هيكون في أسئلة وهيكون واجب عملي. الكورس هيبقى لمدة شهر ان شاء الله، كل اسبوع في حاجات معينة هنخلصها وهنعمل الواجب. هنلاحظ مع بعض حاجات، مش انتوا بس اللي هتسألوني، انا كمان هسألكم عشان عايزة اقوي عندكم قوة الملاحظة
علشان عايزاكوا تتعودوا ان انتوا تاخدوا المعلومة وتفكروا وتفلتروا وتجربوا وتعملوا كل حاجة بنفسكم ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.